سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وكذلك تعاليقكم بخصوص الموضوع. اعتقال طليق الفنانة المغربية هدى سعد والتهم ثقيلة، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. علمت صحيفة إلكترونية أن طليق المغنية هدى سعد تم تقديمه صباح يوم الجمعة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعد تورطه في قضية اتجار بالمخدرات الصلبة واتهامه بالاعتداء على رجال الأمن. وحسب مصادر مطلعة فقد حجز الأمن على مبالغ مالية بسيارة المحامي الذي كان نائبا لوكيل الملك سابقا، فقط 30 مليون سنتيم، إضافة إلى الكوكايين ومخدرات البوفا. وكان المحامي محالا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار التأديب، إلا أنه اختار تقديم استقالته وهو ما تمت الاستجابة له، خاصة أنه معروف بإدمانه على المخدرات، وسبق أن تقدمت زوجته السابقة بشكاية ضده. واعتقل المعني بالأمر على متن سيارته بعد أن أسفرت عملية التفتيش التي قام بها الأمن عن حجز كميات من المخدرات الصلبة وقنينات الكحول وآلات تستخدم لتحضير وإنتاج المخدرات. وقاوم المعتقل رجال الأمن بعدما عمدوا إلى اعتقاله أمام أنظار مواطنين تابعوا الواقع في الشارع العام، فيما رصدته كاميرات كانت بعين المكان. فهذا كما سمعت اخوتي، فهذا هو الفيديو ديال اليوم. فطليق الفنانه والمغنيه هدى سعد تم الاعتقال ديالو بتهمه الاتجار في المخدرات. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء مع